اقترب الموسم الرمضاني واقتربت الفخفخينة، وإذا اقتربت الفخفخينة حضر أخينا. الحقيقة قاعد مطبق الصراحة، فخطرت لي فكرة سيئة جدا، وهي إن أنا أخرج من رداء الأستاذ عماد يوسف ومن تحت عباءة الشحات مبروك واخدكم ونلقي نظرة سويا على تترات المسلسلات الرمضانية اللي هتنزل السنة دي. والحقيقة أنا لسه ما شفتش منها أي حاجة، فاللي إحنا هنعمله ده إن إحنا هنشوفها كده لأول مرة مع بعض، وربنا يسترها علينا جميعا. نلبس بقى الهاند فري عشان إيه الصوت ما يطلعش على الماء. قصة كده أنت مالكش دعوة بيها، أنت مالك، ولا بقول لك إيه؟ اسمعوا معايا وخلاص. ايه اول حاجه تعملها؟ تكتب في السيرش تترات مسلسلات رمضان 2023، فيطلع لك كده اول حاجه الاعلان الرسمي لمسلسل ضرب النار للفنان احمد العوضي، ودي بدايه مبشره جدا الحقيقه، فيلا نشوف. عشان انا حملي تقيل انا واخواتي. انا قلبي فضل لجواه ونشف من كتر البقعه اللي باعوني يخليوا بيا. شابوه من قبل اي حاجه الفنان احمد العوضي، يعني دور جديد جدا، دور جديد جدا، وما اتعملش في اي دراما عندنا ولا بيتعمل في كل رمضان، دور واحد صعيدي. هو ده بقى التجديد اللي انا بنادي بيه في الفن فعلا. يعني احنا بقالنا سنين كتير جدا مفتقدين دور الراجل الصعيدي، يعني من رمضان اللي فات. وبعدين بقى الحقيقه انا عندي مشكله اصلا مع الميكس بتاع احمد العوضي وياسمين عبد العزيز، يعني معلش في الكلمه هم مش راكبين، والله العظيم ما راكب، اصل مش بالعافيه. يعني استاذ احمد العوضي ماشي وعديناها شويه عضلات بقى وبتاع ويعمل دور الشبح. ليه استاذه ياسمين تعمل الدور ده؟ بص يا سيدي، انا ما عنديش مشكله مع المسلسل كله، ولا مع العوضي ولا مع الصعايده ولا مع اي حد، بس هات حد مناسب للادوار. يعني حط مثلا العوضي وحط رحاب الجمل في نفس الدور، تخيل انت الفرق. ما علينا، يعني نكمل. اللي يسد البيبان المفتوحه يبقى ابن اصول. اللي يسد البيبان المفتوحه يبقى ابن اصول، يعني الله يعرف اللي يفتح باب رزق لغيره، اللي يعني ده اللي بيبقى ابن اصول. فدي كانت انهي بيبان، او انتوا بتتعاملوا في انهي بيبان؟ الطار يا دم بدم، يا دية يا فراق. الهد في الجد. طار يا دم بدم، يا دية يا فراق. فراق بالنسبه لي جديده، يعني يا دم بدم يا دية، دي احنا عارفينها في الصعيد. فهل ده قانون نزل جديد؟ اي حد من الصعيد يطمنا. اللي بياكل من تحت لتحت لازم يفهم الاصول. شغل الشمال له اصول. احنا صعايده ولدنا رجاله وعشنا شجانين وهنموت ابطال. ايه اللي وصل جابل للسجن؟ انا عايز اعرف والله ليه بيعاملوا الصعايده في الفن بالشكل ده. يعني الواحد شاف صعايده كتير وقليل لا بيتكلموا كده ولا بيتعاملوا كده، وناس عاديين طبيعيين زينا زيه. يعني الدنيا اسهل من كده. ليه محسسين الناس ان الصعيدي ده شخص شايل سلاح على كتفه وماشي اي واحد هيقابله في الشارع يروح مديله عيارين؟ الدراما خلاص قربت تقنع الناس ان الصعيدي ده يعني بيتولد ومحجوز له طار، اول ما يتفطم اللي هو فلان الفلاني بقى طارك معاه، انتوا مع بعض بقى حلوها سوا. والله يا جماعه انا زهقت لهم. يعني اللي بيدخل عندي ملوش خروج. انا من شبرا، وبنات شبرا ما يتعلمش عليه. بنات الحلميه عادي، اي بنات حته، بس بنات شبرا لا، انت عارف يعني. اللي اشتغل مع زيدان ما ينفعش يخون. فوق يا سامي، انا كوماندر. قسما بجلالة الله لو ما بعدت عني لسفلتك. اللي جبل التاني حلال على التاني. هو ليه عمال بيقول حكا؟ يعني انا لاحظت ان كل جمله في التتر اصلا عباره عن حكا، حاجات من اللي بتتحط على ظهر التكاتك دي. انا عارف ان الموضوع ماشي في المسلسل اللي هو عمله رمضان اللي فات ده، واللي هو على الله حكايتك والقصص دي، بس هل هنكمل كده بقى حياتنا ما نعملش حاجه تانية؟ انا مش عارف. بص انا ممكن احرق لك المسلسل، انا ما اتفرجتش عليه ولسه يعني حتى ما كملتش التتر، وممكن احرقه لك. جابر ده اما عليه طار وهربان، يا اما رايح القاهره ياخد بالطار. هيقابل مين هناك؟ الله ينور عليك، هي مهره. اول 10 حلقات هم مش طايقين بعض، تاني 10 حلقات ماشيه الدنيا، تالت 10 حلقات دول بقى اللي خلاص بقى اتجوزوا بقى وتعرفوا على كل حاجه اتحلت والدنيا تمام. فانا من رايي بقى نخش في اللي بعده. سوق الكانتو للنجم امير كرارة. يعني انت جاي يا معلم دلوقتي تكدني براس مال اللي بياكلوا السمك في البحر دلوقتي؟ لا الف سلامه على راس مالك من الغرق والنار واي حاجه تاكله. بس انا بفكرك ان الحاج حسنين القماش هيفضل كبير السوق، حتى لو صبيانه كده رجلهم شدت وقفوا على حيلهم بقى عندهم دكاكين وصبيان، برضه هيفضل كبير السوق، واحنا ما بنسيبش حقنا. واضح كده ان هو ابن الحاج حسنين القماش، وواضح ان الحاج حسنين القماش كان عنده صبيان، وواضح بقى ان الصبيان دول اللي هم موجودين في سوق الكانتو كبروا بقى عندهم ايه، ناس شغالين عندهم. ينسوا بقى ان الحاج حسنين القماش كانوا في يوم من الايام صبيان عنده. اهو ده اللي النجم امير كرارة مش هيسمح بيه في مسلسل سوق الكانتو. تعالوا نكمل. علاقة أي ست بالموضة هي علاقتها بثقتها في نفسها، إحساسها بجمالها وأنوثتها، وبتحسن مزاجها. بس انت اللي فكرك بالدكانه بعد العمر ده كله يعني؟ هو إيه كل الأسئلة دي؟ وأنت حكم دار السوق؟ ايه ده، انت عرفتيني ازاي؟ روش بقى، ده اللي يخطف البنات يا جماعه. هو ده جابها الولد كده خلاص. شكل في قصه يعني ربنا يسترها. كمل يا نجم. انا اسمي طارق القماش، حاكم دار المحروسه كلها. تحسينه شبه الناس اللي في السوق كده، لا في لبسه ولا في كلامه. دايما كنت بس
هو نازل السوق كده غتاتة صدقيني، يعني هو الحاج حسين القماش خلاص خلص وانتهى، بس هو ده نازل يغتت على الناس بقى اللي بقوا موجودين في السوق، راجع يفكرهم بالحاج حسين القماش وبقد ايه هم كانوا دايسين عليهم. حدوتك متلفقه يا ابن نعسه، وما تخلش على عيل صغير في اللفه. بلاش انقطع، انا بخاف ابلع ريقي حسن هتسام. دي هيفاء وهبه قالتها في حلاوه روح يعني قديمه. وبعدين يعني ده المفروض البرومو اللي هو المفروض يشوقنا، تقوم تقول في لاين زي ده. السوق ده طول عمره سمعته نظيفه، مفيش رجل عسكري واحد عتبته، تيجي انت تبوظها. من النهارده مالكش مطرح في السوق ده. كنت اتمنى الموضوع يبقى سهل كده يا طه زي ما انت شايف، لكن للاسف انت ما عندكش اختيارات كتير. هو من الواضح ان هو اللي دخل الانجليز في سوق الكانتو، يعني الانجليز كانوا موجودين في مصر بس ما كانوش عارفين يخشوا السوق، هو اللي جه دخلهم. لا يعني في حاجه غريبه بتحصل. ما هو واحد فيكم لازم يموت، وانت خساره في الموت. طب اللي عشان النبي يصلي عليه ويسمع الكلمتين دول عشان مش هقولهم تاني. دول كده بقى حبه باشا مصر، يعني ما مش هيعدي المسلسل كده عادي. اللي هيجي جنب فرشتي اللي هفتح له ارض قريب قبل الغريب، واللي شايف نفسه لسه في عافيه يستجرب قصادي. هو بس كل اللي بيحصل ان هو بيغير الستايل والاحداث اللي هيضرب من خلالها الناس، انما الضرب موجود والفورمه موجوده وكل حاجه موجوده. فهنخش على اللي بعده. معانا ومعاكم مسلسل الكبير قوي. انت طيبه وبنت حلال، بس انا طلبت منك ومن العيشه معاكي انا هتجوز. مفيش اي حاجه تتحل غير بالحب. مش تدريش وانا داخل بالدوار، داخل بالورب عشان ما اخبطش. منور يا وكاله ناسك. اسمها يا واكل ناسك. يعني يا جماعه انا شايف ان خلاص بقى حوار التريقه على طريقه كلام جوني لما بيجي يتكلم صعيدي خلاص، يعني من ساعه ما ظهر في كل المواسم وهو ده اللاين اللي احنا واخدينه. اعتقد يعني ان جوني ممكن يطلع منه حاجه تضحك غير ان احنا نتريق على الصعيدي بتاعه. هنعملوا ميتنج عشان نعملوا برين ستورم. هو انت اصلا عندك برين عشان تستورمه؟ اللي كتب الإف ده مبدئيا لازم يقعد قاعده كده مع نفسه ويراجع نفسه، يعني كان بيفكر في ايه لما كتبه. هو ده التعقيم؟ اتفضل ارتاح. هتوف بتدين لو لك في الطجومه تعالى للخبير. طبعا مش محتاج اقول لك ان الموسم اللي فات الحوار بتاع الطقومه بتاع مربوحه جاب جامد، فاكيد مش هيعدوا الموسم ده غير لما ايه يعني يرجعوا بقى للحته دي ويفكر الناس بقى يمكن ايه تجيب مع الناس تاني، وده مش هيحصل. شنطه فكره ما تموت. بما اني بقيت رئيس النادي الجديد فانا قررت تغيير اسمه لنادي المزاريطه اف سي كره القدم. ايه ده؟ على الحوادايه يا ولا على الحوادايه. حط السم وسط التوابل وكب عليه كمون. لا سيبني اعيش. هذا يا واد مبالغ في نموه. جالكوا الولد البقر. بنضربوا ليه؟ فرصه يا كبير نطلع فيه الباقي ولا شيء. اسمك كريم ايه؟ بقى ودونا عن كل السوبر هيروز تلاقيني باتمان، انت شكلك عتمان. مش هتكلم تاني والله يا جماعه، والله ما هتكلم تاني. يعني عيب 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 ان ده اللي يحصل في مسلسل زي ده دلوقتي، يعني وصل للمرحله دي. يقصدني انا ولا ايه؟ عندي قصه جميله فيها موعظه، سمعونا تحيه معاك. طب بصوا مبدئيا كده واضح ان هو يتكلم عن المشاكل الزوجيه اللي هتحصل بين مربوحه والكبير وازاي بقى هيحلوها وهيوصلوا مع بعض لحل وسط عشان يكملوا في زواجهم الناجح. طبعا جينا فادي وهيعمل لها كده عادي زي ما بيعمل، وجالنا برضو طبازه يعني بص التوليفه يعتبر تقريبا هتبقى شبيهه جدا باللي اتعملت السنه اللي فاتت مع تغيير بعض المواضيع. بصراحه يعني انا بعد ما شفت الكليب اللي هو كان نازل بتاع المسلسل كنت معتقد ان يعني البرومو هيبقى فيه حاجه من الخيال، ولكن يعني البرومو لحد دلوقتي بيقول عكس اللي انا متوقعه. بس ما نستعجلش ونستنى اما نشوف بقى يعني ميكا يقدم لنا ايه اللي بعده. انا حياتي وحياه ولدي في خطر كبير قوي. عركة على الكتف لا اشوفه خايف، قسما بالله لا تخب نفسي، ده عركة حياة او موت. انتوا اللي خليتوها ترمي نفسها في النار يا علي. مبدئيا الاربعه اللي اتكلموا صعيدي في بدايه التتر كل واحد فيهم بيتكلم بطريقه مختلفه عن التاني، يعني دول لا يمكن يكونوا من مكان واحد، يعني حتى لو هم كلهم صعايده فاكيد من اماكن متفرقه. غير ان اخر فنانه ظهرت معانا دي بتتكلم صعيدي من بتاع احمد داش، وانا الحقيقه يعني تعبت للصعايده خلاص، مفيش حاجه تانية اقولها في الموضوع. دم حيغرق النجع يا امي. انت عملت ايه؟ كفايه غلطه وهيجي وقت حسابها. انا ست وحيده ومفيش غيره، ورحمة بالله انا بقول الحقيقه. والله العظيم كويس ان هم ما طولوش، يعني انا مبسوط ان هم ما طولوش. انا ممكن اتفرج على الحوار ده كله عشان اشوف احمد عيد عمل ايه جديد حاليا. اللي بعده حبيبنا بقى اللي كل رمضان بنستناه وهو محمد رمضان جعفر العمده.
العدل يعني في ظلم، وطالما في ظلم يبقى محمد رمضان مش هيسكت يا اخوانا. مش هو اصلا طالع عشان يقاوم الظلم في اي حاجه في اي حته. حاجه اتعلمتها من شباب الحد شابي، لما اقول ابقى قد القول. بالله عليك ايه ده والله العظيم. يعني المخرج وهو بيصور خد باله من الكادر ده؟ راسه عامله كده ليه؟ جعفر العمدة يعني رايح فين طيب؟ يعني احنا كملنا معاه شويه لقينا طالع يعني ده ميديم ولا كلوز ولا ده اللي النظره ولا ده ايه؟ ده مش مفتري. ايه ده؟ جعفر العمدة مش مفتري. اللي انا شفته صح يا اخوانا، اللي انا مش عارف هتشوفوه ولا لا. هو مسكه من ودانه وراح مديله بالروسيه. يعني اول مره اشوف واحد بيمسك واحد من ودانه كده ويروح مديله بالروسيه، يعني جديد. قسما بالله بهد عليكم بيتكم يا بيت فتح الله. طبعا الكلسون اللي عدى ده طبعا عشان هو صعيدي. عليكم بيتكم يا بيت فتح الله. الرجل الاخضر يا جماعه، يعني ده لو الانبوبه دي كرتون مش هيمسكها بايد واحده كده. يعني نخلي فيه شويه منطق. ايه اللي يخلي انسان يمسك انبوبه حديد بايد واحده ويروح عامل بيها واحد كده؟ يعني ده لو كلبز في ايده هيبقى اتقل من كده. اللهم بلغ، اللهم فاشل. جعفر العمدة هيفتح عليكم طاقة جهنم. نسب ما فيهوش عصب. طبعا لازم يبقى في مقوله من اللي هي الخالده بتوع محمد رمضان دول، اللي هم ايه، لازم يتحطوا على دار توك توك. اللي عصب نسب اي حاجه فيها وزن وقافيه رشاها في وسط الخناقه الناس هتشيرها وهتبقى حلوه يعني. هو ليه ما قلعش لحد دلوقتي؟ قصة وإخراج محمد سامي، سيناريو وحوار محمد سامي. طب ليه ما خليتش قصة وسيناريو وحوار محمد سامي وإخراج محمد سامي لوحدها؟ يعني ليه قصة وإخراج مع بعض وسيناريو وحوار مع بعض؟ يمكن عشان معاك مهاب طارق في السيناريو والحوار. طب ما كتبتوش ليه أنت يا أستاذ محمد وكنا خلصنا من القصة دي؟ عموما نتكلم جد شوية. يعني محمد رمضان أكيد بعد مسلسل مشوار اللي عمله السنة اللي فاتت وإنه ليه ما كلش قوي مع الناس، فقرر إن هو يرجع للتيمة بتاعته القديمة اللي هي بقى بتاعت فاهم أنت البرنس والكلام الجميل اللي كلنا اتفرجنا عليه ده، ورجع بجعفر العمدة. هيجيب مشاهدات، هينجح ما تعرفش ليه. يعني انت بتبقى تقريبا عارف المسلسل كله وبرضه بينجح وبرضه الناس بتتفرج عليه، فخلاص بقى يعني ده امر واقع، ويعني خلاص ما فيش حاجه اقولها. مسلسل جميله لاستاذه ريهام حجاج. استاذه ريهام حجاج الحقيقه عندها اصرار غريب، يعني كل سنه تتحفنا بمسلسل من بطولتها. انا شخصيا عندي قناعه ان محدش بيتفرج عليه، فانا مش عارف ليه هي مصره كل سنه مكمله في اللي هي بتعمله وبتعمل مسلسل. ولكن الاغرب ليه القنوات بتشتريه وتعرضه؟ ده اللي هنشوفه. مبدئيا هو التريلر كله مثلا 53 ثانيه اهو، فات منه 10 ثواني لسه لوجو. يعني الحمد يعني ده بدايه مبشره ان احنا مش هنشوف من الموضوع ده كتير. الناس للاسف بتتصور ان طالما طلعت معاش مش هتتحاسب على اي مخالفه عملتها وهي في الخدمه. دي وضع طبيعي، اي حد طلع معاش خلاص بقى ده يعني احباب الله، ما هنعمل لهم ايه، خلاص كبروا. اللي احنا فيه ده كله تحت راسك. ما كنتش عارفه انك خفيف قوي كده. مش لاقيه غير جميله الالف وتكلميها. ماما على الله بس تعرفي تجيبي جون المره دي. تاكل فراوله؟ تاكل فراوله حاجه فعلا يعني مشجعه جدا للجمهور ان هو يشوف. يا جماعه تاكل فراوله، عايزين نعرف اجابه السؤال ده، فهنتفرج على المسلسل. يعني حسن اختيار المشاهد في التريلر ده يعني موهبه. هتهربي فين؟ انا مش عايزه اتاذي. انا عمري ما عملت حاجه غلط في حياتي. اللي جميله بتعمله هتدفع ثمنه غالي جدا، وانا لما احط حاجه في دماغي ببص عليها. شفت المصيبه اللي احنا فيها؟ انا ابتديت مشوار وهكمله للاخر. تصدقوا بالله والله يا ريتكم عملتوا تريلر، والله العظيم بتكلم بجد. طب ده هيشجع المشاهد ان هو يشوف المسلسل ليه؟ يعني مثلا يعني تخيل انا مثلا شفت التريلر فاقعد افكر بقى يا ترى هاكل فراوله فعلا ولا ايه؟ انا مش، يا رب الحلقه تنزل بسرعه يا جماعه، الحسن مش قادر على احمص وانتوا عارفين ايه معناها. انا مش قادر اكمل الصراحه اكتر من كده، ولكن من اكتر الحاجات اللي لفتت نظر السنه دي في المسلسلات هي اسماء المسلسلات. يعني خد عندك مثلا الاكسلانس، ستوم، بابا المجال، لاجهر، جعفر العمده، حضره العمده. يعني العمده داخل معانا بنفرين على اساس ان احنا ناقصين عمد. يعني مش عارف الصراحه، انا اسامي تحسها كلها واخدينها من على ظهر تكاتك. يعني كان ناقص بس حد السنه دي يعمل لها مسلسل المطرشم مثلا، الافريقي، مجنون الافريقي. محدش يجي مع الافريقي في الملابس. مجنون الافريقي مطرقع وفجر ومطرشف
وكل حاجه تقول عليها قولها. ما تسموا اسامي عاديه يا اخوانا، يعني انا مش فاهم ايه بابا المجال، يعني ايه بابا المجال؟ بترمز ليه بابا المجال؟ بترمز ليه ستهم؟ ما تسموا اسامي عاديه، سمي حاجه تتكلم عن المسلسل نفسه عادي، محدش هيقول لك حاجه. لازم تايتل كده للبطل بقى بتاع المسلسل اللي هو ده الاجهر. طب ايه الاجهر؟ يعني ايه الاجهر بجد؟ انا بكلمك يعني مني ليك، ايه الاجهر؟ هل ده لون؟ هل دي عمله؟ هل ده ايه؟ والله العظيم يا جدعان لولا الواحد مطبق ومش فاضي كان واجب معاهم اكتر من كده، لكن اكيد لينا لقاء تاني لباقي الحاجات لان انا ما قدرتش اشوف اللي جه في وشي بس شفته. فما تنساش قبل ما تخرج تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب على اليوتيوب، وتستنانا في الحلقات اللي جايه. سلام.